وسعيد جدا بتواجد هذا الحارس الكبير بين أخشاب مرمى. يهاجم كامل يسار، الجهة اليمين ميتة تماما، والكرة بالراس ترجع مرة ثانية نفس الطريقة، يرجع الكرة بالبوكس. في الكرة الثانية أخذها الأول الياباني الأردن أملاه، صمود سوري وإصرار سعودي بالراس والتعادل. لا مش ممكن يا مصعب، مش ممكن يا بلحوس، إن كتب المكسب لسوريا. السبب هذا التصدي، هذه الباراد من مصعب بلحوس. شوف الكرة، ما توليليش جوردن بانكس، ما تصبحليش جوردن بانكس يا بلحوس. كرة بيليه في ال70 والراسية خرجها جوردن بانكس. هذه كرة خرجت من راس هساسي إلى يد يمنى من العملاق بلحوس، مصعب بلحوس على طريقة جوردن بانكس. يا خاينة يا كورة، عمري ما انصفيك. هل تأتي اللحظة تمشي كورة والجمهور يقول هي لكن عذرا يخطر ليست الهي. مشي كورة المشعل، السعيد يوزع كورة، الكروس والحارس مصعب بالحوس، الحارس مصعب بالحوس. والآن يكتب كين دونغ جي وثيقة انتهاء مباراة 9 يناير جانفي 2011. بعد 35 سنة سوريا تكسب السعودية في أول مواجهة رسمية في كأس آسيا ينتصر بها السوريين أو السوريون كما تريدون كما إلى مثنى، تبرير من مثنى، انطلاقة رائعة، نادي أوه رائع بلحوس، رائع مصعب بلحوس بعد الأسبوع السادس. كرة خطيرة، الله، حركة رائعة من يونس محمود، لكن بلحوس رمية جانبية. شوف الإعادة، تحضير رائع من يونس، لكن بلحوس العاشق لأي سي ميلان. بطولة دوري أبطال آسيا من تلك البطولة، كرة ملعوبة عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء، هذه خطرة منتخب إيران، مستينة يا ساتر يا ساتر، الله يا مصعب بلحوس، تحية لمصعب بلحوس، أحسنت يا بلحوس، صعبها عليهم يا مصعب، صعبها عليهم يا مصعب، تصدى بشكل رائع وجميل، أكمل سيمفونية الأداء السوري بمعظم لاعبيه، بل بكل لاعبيه، بل بكل رجاله في شوط المباراة الثاني. برافو يا مصعب، كرة عالية عرضية، يا سلام يا سلام، مصعب بلحوس من فوق الجميع أخذ الكرة الماضية. لبناني والمحاولة المنتخب اللبناني مع الكرة القادمة، خامس ركلة ركنية للمنتخب اللبناني مقابل للاعب حسين حمدان. كرة للأمام خطرة، يا سلام، أول كرة خطيرة بالفعل على مرمى خطيرة الآن، التسديدة، يا سلام على الكرة الجميلة الرائعة من المنتخب اللبناني، تسديدة هذا اللاعب محمد العلي لكنها إلى ركلة ركنية لصالح المنتخب اللبناني. أول كرة يعني وأجمل كرة في المباراة إلى الآن للمنتخب اللبناني من هذا اللاعب محمد العلي، لعبها على الطائر لكن مصعب بلحوس اللبناني. هذه هي اللقطة اللي تحدث عنها. أول كرة خان تلعب العرضية أمام المرمى خطيرة لكنها مصعب بلحوس قبل بور رستم ياخذ الكرة وينهي الكرة خطيرة كادت أن تكون في مرمى المنتخب السوري. مصعب بلحوس في تنفيذ الكرة للمرة الثانية. البطولة رقم 4، التسديدة محاولة الآن من منتصف ملعب، تمريرات بينية لبنانية، كرة طويلة للأمام، محاولة الآن لكن مصعب بلحوس يتدخل وينهي الكرة التي كادت أن تكون خطأ على مرمى المنتخب. يعني حتى نطالع يمكن الجهه اليمنى هي الجهه الفعليه الموجوده بالنسبه جهه فيصل، جهه فيصل يمكن هي الجهه الفعليه الموجوده، لكن بالنسبه للجهه اليسرى اللي دائما ما كنا نطالع، يعني احنا ننظر لخالد سعد يشغلها، اليوم نشوفها في وسط الملعب، ولذلك كل هجمه من يعني نادر يمكن خلال 45. بالنسبه للفريق السوري لا الكره المنتخب السوري، الكره اللي شاتت توها من شوي. الان السوريين يعني قراب جدا من التاهل، قراب جدا من الوصول، وكره ملعوبه، يا سلام يا سلام على التسديده الجميله
خالد سعد اللاعب اللي كان في اللعبة الماضية. لاحظ عرضية كانت موجودة، المكان ممتاز جدا، كنترول رائع على طول، تسديدة ولكن فيصل إبراهيم عرضيته موجودة ولكن في أحضان حارس المرمى مصعب بالحوس. محاولات مستمرة والدقائق جالسة تمر ولا زالت النتيجة بتقدم المنتخب السوري بين الحارس والدفاع، ولكن حاول يلعبها بالفعل يخلصها مصعب بالحوس، تصطدمت بالنشأة. تكرم شوف تدخل مصعب بالحوس، تعود مرة أخرى من باسم عباس، يلعبها أحمد مناجد، تصطدم مرة أخرى في مصعب. هنا محاولة هيثم كاظم ولكن أيضا تدخل عاطف جنيات. شوف كرة خطيرة تماما على مرمى مصعب بالحوس. شوف هذه الكرة يعني تماما تدخل مصعب بالحوس يثبت. هذه كل الأمور يجب أن تحسبها. كرة ملعوبة بشكل سليم ناحية يونس محمود، خروج مصعب بالحوس يخلصها من أمام يونس محمود. كرة كانت جميلة ملعوبة من كرار أمامية ليونس محمود، ولكن أيضا خروج مصعب بالحوس يخلص الكرة من أمامه. أيضا انطلاقة يونس محمود كانت سليمة تماما. شوف الكرة ملعوبة ولكن أيضا خروج مصعب بالحوس. مرة أخرى الآن ياسر مطر يتقدم، ياسر بيسدد تسديدة ما فيها تركيز، وسعيد الكثيري الله حلوة قومت فهد مسعود وقومت في كل من موجود في المدرجات، والكرة ملعوبة قوية من سعيد من ياسر مطر إلى سعيد الكثيري، وتسديدة قوية ولكن حارس المرمى مصعب بالحوس. هي صعبة يا مصعب، ولكن مصعب بيخلصها إلى ضربة ركنية للعنابي. بعد ما احترف في نادي التضامن الكويتي، وكرة بأحضان محمود كركر، الكرة الثابتة، كرة تنفذ وترتد من حائط الصد وتتابع مع هذه التسديدة لعادل عبد الله. وسط متابعة من محمود آمنة وتهيئ لوائل عيان، وكرة بأحضان الحارس، وبالتالي الاعتماد على الارتدادات الهجومية بالنسبة لمحمد الحموي والغامي دارتو لم تنجح وسط هذه المتابعة لفريق الاتحاد من أنس الصاري. وجود خط دفاع متألق بقيادة البرازيلي فابيو. هنا المحاولة مجددة من جانب فريق الاتحاد، والفرصة ضاعت على الاتحاد، وتعليق الاتحاد مع هذه المحاولة، والكرة الرأسية من عبد الفتاح الآغا، ارتداد هجومي وتمريرة أمامية عند عبد الفتاح الآغا. عبد الفتاح بيلعب كرة بالعرض ورأسية من أوتوبول الكاميروني. ضربة الركنية السابعة إلى داخل المرمى، كرة في غاية الخطورة، كثافة عددية. الذهاب من أجل الفوز في مباراة الإياب والصعود والوصول إلى نصف النهائي، وبعد ذلك التفكير في النهائي. لدينا محاولة قوية، والكرة القوية يبعدها الحارس القوي مصعب بالحوس. يا هي تسديده كانت مخادعة من جانب اللاعب اللي ما شارك في المباراة الأولى، تنقادة تيراسل اللاعب رقم 10، أرسل كرة قوية لكن مصعب بالحوس في الموعد وفي المكان السليم، والكرة الصعبة يريد لها حارس صعب، وبالحوس واحد من الحراس الكبار في سوريا كيف لا، وهو الحارس المفضل للكرة السورية ومنتخب سوريا، أنقذ الموقف وأبعد محاولة جد خطيرة للفريق التايلندي. لدينا الآن الحارس الاحتياطي فهد الصالح الذي يجري عملية الإحماء، لكن بإذن الله يستمر مصعب بالحوس حارسا لأنه من الحراس الممتازين كما تحدثنا، وحارس ثقة. اليوم الكرامة عندما يلعب ويشاهد حارس مرمى مصعب بالحوس فإن ذلك يعطي الثقة للمدافعين وكل الثقة لبقية العناصر المتواجدين مع فرقة النسور. ماجد محمد